أهلا بكم إلى قضية رأي عام جديدة. فرحة إفريقية سمراء تقاسمتها القاهرة، بدأها الزمالك، أكملها الأهلي. الفارس الأبيض توج بالكونفدرالية، المارد الأحمر عانق الأميرة السمراء. وبين الأبيض والأحمر امتزجت ألوان الفرح ترقبا للسوبر الإفريقي المنتظر. ولكن هل تترجم هذه السيطرة تفوق الكرة المصرية منتجا، منتخبا وتنظيما؟ قضية اليوم سنناقشها مع ضيوفنا في الاستوديو. سيكون معنا الكابتن بدر بن غالية، حارس مرمى الترجي الرياضي التونسي سابقا. الكابتن بدر لعب للمنتخب التونسي في جميع الفئات السنية، شارك في كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة باليابان. الكابتن بدر هو مدرب حراس سابق في الفئات السنية لنادي الترجي الرياضي والنجم الساحلي، ومدرب حراس حالي بنادي الغرافة الرياضي. من العاصمة المصرية القاهرة ينضم إلينا السيد شريف عبد القادر، مدير تحرير جريدة الجمهورية. لوسف شريف عمل سابقا مديرا لتحرير الرياضة في جريدة الشروق المصرية، يعمل أيضا حاليا محللا رياضيا في قنوات فضائية. من القاهرة أيضا أرحب بالسيد ماهر غريب، الكاتب والناقد الرياضي في جريدة الجمهورية المصرية. بدأ العمل بالصحافة منذ العام 1991، عمل مراسلا لصحيفة الشرق القطرية ومجلة شباب اليوم القطرية منذ عام 1992، قبل أن يلتحق بصحيفة الشرق في الدوحة عام 2000 في رحلة استمرت 20 عاما. يعمل أيضا محللا متخصصا في شؤون الكرة المصرية في قنوات فضائية. إذن البداية مع دوري الأبطال واللقب 12 للمارد الأحمر. فاضت أقلام الكتاب وأبدعت عناوين الصحف. كيف لا والأهلي ملهم المبدعين، بطل اللقب 12 في دوري الأبطال للعام الثاني تواليا والرابع في الأعوام ال5 الأخيرة. عانق الأميرة السمراء محققا رقما قياسيا أسطوريا بالحفاظ على نظافة شباكه للمباراة ال10 تواليا. أمام نحو 60,000 متفرج حسم المارد الأحمر اللقاء الصعب أمام الترجي، مكتفيا بهدف مبكر سجله لاعب الوسط التوغولي روجي أوهولو ضد مرماه، بعدما عاد بتعادل ثمين من رادس ذهابا. في مباراة كانت الجماهير التونسية نجمها الأول بيتيفو انتصر لغزة العزة. اللقب هو الثاني للأهلي على حساب الترجي بعد 2012، بينما توج الفريق التونسي على حساب المارد المصري في 2018. كما هو اللقب المصري الرابع على حساب الأندية التونسية التي توجت في مناسبتين على حساب الأهلي عبر النجم الساحلي 2007 والترجي 2018. في قراءة للصحف المصرية تقول المساء: الأهلي ملك إفريقيا للمرة 12 بعدما خلص على الترجي في 4 دقائق وحصل على كأس الأميرة السمراء. هذا هو الأهلي يا سادة، ملك إفريقيا وصائد البطولات والألقاب. هكذا خرجت الجماهير تتباهى وتتغنى بفريقها. على ضفة الترجي أعرب المدرب البرتغالي ميغيل كاردوزو عن خيبته، لكنه اعترف بخبرات الأهلي. يقول كاردوزو: فريقي لا يستحق الهزيمة، ولتحقيق هذا الإنجاز ينبغي احترام الفريق المنافس على نحو كبير جدا. لاعبو الأهلي أحكموا سيطرتهم على وسط الملعب، كما تجاهل الحكم احتساب ركلة جزاء لنا، رافضا اللجوء إلى الفار. مصريا احتفلت صحيفة المساء بمواجهة السوبر الإفريقي القادمة، والكاتب إيهاب شعبان أكد إقامة القمة المصرية الخالصة في السوبر في السعودية سبتمبر المقبل.
أهلا بكم مجددا. نرحب بضيوفي في الاستوديو ومن القاهرة، كما أدعوكم مشاهدينا إلى التفاعل والإجابة على سؤال الاستفتاء المطروح على صفحة قنوات الكأس على منصة إكس، وهو: هل سينعكس تفوق الأهلي والزمالك إفريقيا على مستوى منتخبي الفراعنة؟ 42% أجابوا بنعم، البقية ذهبوا للا بنسبة 58% للتصويت. يمكنكم مسح الكيو ار كود أو زيارة صفحة الكأس على إكس الكأس تشانل. نبدأ مباشرة بالمحور الأول ومع ضيفي في الاستوديو الكابتن بدر بن غالية. هاد لك كابتن، أبدأ بعنوان لجريدة الصحافة التونسية التي كتبت: غابت المجازفة ذهابا فضاع اللقب إيابا. كيف تعلق؟ صحيح، بعد ما شفنا المقابلتين بتاع النهائي صحيح، يعني هو عدم المجازفة كان اختيار غير موافق من المدرب. يعني احنا شفنا الأهلي ماهيش بالقوة يعني بتاع الأهلي اللي نعرفوها قبل. كان يقدر يعني مش يجازف، بس يغير شوية ويكون متوازن أكثر. يعني هو التجأ لطريقة دفاعية مبالغ فيها، أطنب، يعني ما معناتها مباراة كاملة ولا ركنية ولا تصويبة على المرمى. ربما هو أسلوب المدرب أسلوب دفاعي. هو صح أسلوب دفاعي، بس هذا نهائي، يعني هذه مباراة نهائية، يجب أن تكون مفتوحة. لازم يعني تاخذ شو، ما قلناش احنا تفتح اللعب ويعني تندفع بصفة كبيرة، بس يعني تكون متوازن. كانت على الأرض وأمام الجماهير، ربما كان يجب أن يستغل هذا العامل. هو وهذا يتبين يعني تكتيكيا اختيار غير موفق، توظيف اللاعبين في الملعب غير موفق، مراكز اللاعبين غير موفق. يعني أنت تلعب ب7 لاعبين ذو صبغة دفاعية، صار قطع بين الهجوم والدفاع. الناس تتكلم يعني على المهاجمين، يعني المهاجمين ما خلطت لهمش كرة اصلا، احنا ما خلطناش حتى ل 30 متر الاخير باش نقولوا يعني مثلا كواليتي لاعبين ولا مهاجم ضيع، ولا ما خلطتش. يعني ثلاثه وسط ميدان دفاعيين، يعني اهولو، شعلالي، تقى، وبقى الهجوم بقى منعزل. كان يقدر على الاقل يضحي بلاعب من الوسط بين الشعلالي وتقى، يرجع صاص اللي كان حاطه يعني على الجناح يمين ما نجحش، وصاص يعني حبذ يلعب وراء المهاجم، ويدخل بوكيا ولا بوقرة على إذن أخفق كاردوزو هذه المرة، لكن كثيرون يشيدون كذلك بأنه يعني أعاد الترجي إلى الواجهة. سأعود إليك كابتن بدر، لكن أريد أن أنتقل إلى الأستاذ شريف. أستاذ شريف، هل تعتقد أن الأهلي حسم اللقب إلى حد كبير من لقاء الذهاب بتعادله سلبه؟ يعني استفاد من التعادل. اولا طبعا برحب بحضرتك وبالكابتن بدر وبالمشاهدين. استفاد من نتيجه الذهاب ايابا. تعادل سلبيا في رادس افاد الاهلي، وان كانت نتيجه خادعه عطفا على نتائج الترجي في مباراتي ربع النهائي ونصف النهائي. امام اسك تعادل سلبا في رادس، وتعادل سلبا في ابيجان، وفاز بركلات ترجيح. في مباراة سان داونز فاز بهدف نظيف في رادس، وفاز أيضا في جنوب أفريقيا بهدف نظيف. فالترجي عود أو اعتاد على الأداء بقوة خارج ملعبه أفضل حتى من ملعبه. يعني الترجي في مباراة الإياب أمام سان داونز كان هو الفريق الأفضل والأكثر تأثيرا. فالنتيجة في الذهاب 0-0 نتيجة خادعة لكلا الفريقين، ولكن كانت الحظوظ متساوية في مباراة الإياب، وعطفا برضو على أداء الفريقين في مباراة الذهاب. الفريقين لم يكن لهم أي نجاعة هجومية، يمكن فرصة وحيدة في بداية المباراة للترجي، لكن بقية المباراة كلها لعب في حرص زائد، دفاعي زائد. النتيجة عبرت فعلا عن أداء الفريقين، إن هم مش عايزين يخسروا، الفريقين مش عايزين يخسروا. ده أفاد الأهلي إيابا. الهدف اللي جه في بداية المباراة وكان واضح ان كارتوزو مش عامل بلان بي على هذا الاساس ان هو يخش فيه هدف مبكر. هو كان بيلعب على عنصر الوقت، ان هو هيدافع، خاصه وان دفاعه جيد جدا في المباريات كلها، او في المباريات اللي سبقت مباراتي الاهلي. مرماه امان الله مميش كان حارس جيد جدا، وكلين شيت في اكتر من مباراه. فاعتمد على قوة دفاعه وحارس مرماه ان هو هيوصل بالمباراة الى ان هو يخطف هدف اثناء المباراة او يوصل لركلات ترجيح، وده ما حصلش بالهدف المبكر اللي غير سيناريو المباراة. مع الحرص الزائد للاهلي وتراجعه دفاعيا
ده منح افضليه في وسط الملعب. نعم، سأبدأ من حيث انتهيت. ربما صحيح افتتاح التهديف في وقت مبكر هو ما أربك الخصم. أستاذ ماهر، تتويج الأهلي والزمالك هل هو انعكاس حقيقي لتفوق الكرة المصرية إفريقية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بحضرتك اولا وبكابتن بدر وبالمشاهدين الكرام وبالاخ العزيز شريف. لا يعني تتويج الاهلي والزمالك مبدئيا ده شيء جيد جدا وشيء يحسب للانديه المصريه تحديدا للاهلي والزمالك وبطبيعه الحال للكره المصريه بشكل عام. ولكن انتوا سالتوا سؤال يمكن في بدايه البرنامج، هو يعني انا شخصيا عجبني السؤال اللي هو هل التفوق دوت بيعني ان انت بتقدم منتج في منتج وفي تنظيم؟ بمنتهى الامانه لا. المنتج اقل كثيرا من الطموحات ومن التوقعات ومن حتى حجم الامكانيات المتوفره والدعم اللي بيتجده الانديه خاصه الاهلي والزمالك على مستوى اداره المسابقه وعلى مستوى التسهيلات الكتيره جدا اللي بيحصلوا عليها. والدليل اللي الاهلي والزمالك الان ابطال افريقيا، الاهلي بطل دوري ابطال افريقيا، الزمالك بطل الكونفدراليه الافريقيه. لكن اللي ينظر لجدول الدوري هيلاقي ان احنا لا يعني الوضع صعب جدا. وضع بيعبر عن ان هناك سوء تنظيم للمسابقه. تفوق الاهلي والزمالك بمنتهى الامانه في بطولتي افريقيا هذا العام لا يعني ان الكره المصريه بتسير على الطريق الصحيح، بالعكس. الاهلي لعب الترجي، ننظر للاهلي شوف ترتيبه ايه في الدوري المصري ولعب كام مباراه، وننظر للترجي ونشوف الجدول للدوري التونسي ازاي ماشي منتظم وازاي كل الفرق بتلعب، والفروق بين الانديه وبعضها تكاد تكون مش موجوده على صعيد عدد المباريات وحتى التكافؤ في عدد ايام الراحه والامور التنظيميه من الجهه اللي بتدير المسابقه. نفس الشيء بالنسبه لنهضه بركان في الكونفدراليه، الدوري المغربي كلنا بنشوف ازاي ماشي منتظم. الوداد كان بيلعب برضه في دوري الابطال، صحيح لم يكمل، لكن الدوري منتظم. لما ننظر على الدوري المصري هنلاقي النادي الاهلي في ترتيبه في المركز الثامن ولعب 15 مباراه فقط. الان الدوري المصري حاليا في الجوله ال25، فبنتكلم على 10 جولات الاهلي متاخر ما لعبش ماتشات. ده بيعبر عن ان لا انت بتنجح على مستوى افريقيا، لكن ده بيبقى على حساب كثيرا من اسم وقيمه وسمعه الكره المصريه على المستوى التنظيمي، بالاضافه لجزئيه المنتج. كره القدم منتج، مش مساله ان انت بتحقق بطوله وبس، لازم تكون انت بتقدم منتج يليق بقيمه كره القدم المصريه العريقه والكبيره على مستوى افريقيا. سوف نقف عند هذه النقطه في الجزء الثاني من حلقتنا. دائما معك انجاز مشابه لكن التتويج لم يكن مشابها. برايك لماذا كان الاختلاف واضحا في تنظيم التتويج بين الكونفدراليه ودوري الابطال؟ شوفي، في اخطاء كتيره حصلت في تنظيم الكونفدراليه. كان واضح طبعا من المشهد مشهد عبثي ومشهد لا يليق لا بالاتحاد الافريقي ولا بنادي الزمالك. وطبعا ننحي نادي نهضه بركان جانبا لانه مش مسؤول عن اي شيء من اللي حصل دوت. وده اللي خلينا نتفق على شيء، سوء التنظيم في مباراه نهائي الكونفدراليه هو اللي وصلنا للتنظيم المثالي والاكثر من رائع في دوري الابطال. انا عايز اقول لحضرتك جهات كتيره جدا على مستوى الدوله اهتم كتير جدا بالمباراه. وانا استمعت بالامس لتصريح للدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي بيأكد فيه ان كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي كان موجود في استاد القاهره يوم المباراه النهائيه الساعه 6 صباحا. فده يعني ان اداره الاهلي لم تنام وتعلم تماما حجم المسؤوليه اللي كانت ملقاه على عاتقها. ايضا تصريح دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه في مصر بعد انتهاء المباراه النهائيه لدوري الابطال واعتذاره عما حدث في نهائي بطوله الكونفدراليه يؤكد ان هناك شيئا ما حدث خطا. واعتقد في اطراف كتير هتتحمل مسؤوليه هذا المشهد العبثي والغير لائق على مستوى التنظيم. وبيعبر ايضا على ان يعني برضه انا مش مساله نادي الزمالك اكيد متحمل جزء من اللي حصل، لكن ايضا الاتحاد الافريقي عليه انه يراجع كتير من ترتيباته وحساباته، لان هو نفس الاتحاد الافريقي اللي كان موجود في نهائي الكونفدراليه هو اللي كان موجود في نهائي دوري الابطال، ولكن مع كثير من الامور اللي اتغيرت. مش النادي الاهلي نجح تماما في انه يقوم بالمهمه اللي مسنده اليه نتيجه النادي الاهلي يعني متمرس تماما في السنوات الاخيره على هذا النوع من الأنيات. كلامك ان الاهلي استفاد من تجربه الزمالك ربما بين قوسين المخيبه في التنظيم.
استاذ شريف كيف تعلق؟ ما اقدرش اقول مخيبه، معلش، لان برضه مش الزمالك لوحده هو المسؤول عن تنظيم الكونفدراليه، ليس نادي الزمالك المسؤول بمفرده على الكونفدراليه. ايضا يجب ان احنا نضع في اعتبارنا الاتحاد الافريقي الان في السنوات الاخيره لم يعد الفريق المنظم للمباراه النهائيه هو المتولي كل شيء، الاتحاد الافريقي شريك تماما مع نادي الزمالك في كل ما حدث. لكن كيف نجح الاتحاد في تنظيم دوري الابطال واخفق في الكونفدراليه؟ لماذا؟ انا يعني لانه تفادى الاخطاء اللي وقع فيها في الكونفدراليه، الاخطاء الكثيره اللي وقع فيها الاخطاء الكثيره اللي وقع فيها الاتحاد الافريقي تفاداها تماما. هل تعلم حضرتك ان الاستاذ حسين لبيب رئيس نادي الزمالك بين شوطي المباراه خرج من مكانه، وعندما عاد مع بدايه الشوط الثاني لم يجد مكانه في المقصوره الاماميه؟ هل هذا خطا نادي الزمالك ام خطا من البروتوكولي من المسؤولين عن تنظيم في الاتحاد الافريقي والمقدوم في المقصوره؟ هل يجوز ان السفير المغربي يصل قبل المباراه ولا يجد مكانه موجود؟ هل نادي الزمالك المسؤول عن مكان جلوس السفير المغربي في القاهره؟ هل نادي الزمالك المسؤول عن جلوس الشخصيات الفي اي بي الموجوده واللي بتحضر؟ لماذا جلس الاتحاد الافريقي مع نادي الزمالك قبل المباراه ب4 و5 ايام وفي اليوم السابق للمباراه؟ ما هي الترتيبات التي تم الاتفاق عليها؟ عموما استاذ ماهر، عديد الاسئله تحتاج الى اجابه على حد تعبيرك. اريد ان ارى راي الاستاذ شريف في الموضوع. بدايه طبعا انا مختلف تماما مع كابتن ماهر في جزئيات مهمه جدا. اولا الاتحاد الافريقي دوره ان يضع بروتوكول واشتراطات وتعليمات للنادي المضيف، وعلى النادي المضيف ان ينفذ هذه الاشتراطات والتوجيهات والتعليمات والبروتوكول الموضوع طبقا لوجود شركه الامن الخاصه اللي بتنظم الدخول والخروج داخل الملعب، والعلاقات العامه اللي موجوده في النادي، شركات اللي موجوده او الامن المصري خارج النادي للدخول، شركه تذكرتي اللي بتنظم دخول الجمهور داخل الملعب بمراجعه التيكت والفان اي دي. كل ده اشتراطات بيضعها الاتحاد الافريقي. الاتحاد الافريقي مسؤول باشخاص، منسق امني، منسق اعلامي، منسق علاقات عامه، منسق التتويج، ده بيبقى شخص موجود وبيشغل الناس اللي موجوده من اداره نادي الزمالك. انا بحمل اداره نادي الزمالك مسؤوليه ما حدث اثناء التتويج تحديدا والخروج بهذا المشهد المأساوي لنهائي الكونفدراليه. اداره نادي الزمالك ولاعبي نادي الزمالك بتصرفهم وحدها؟ طبعا احملها طبعا، واللاعبين في تصرحهم في محاوله ادخال اسرهم قبل التتويج، واحمل عضو، يعني لما تلاقي عضو مجلس اداره نازل الملعب يحمل الكاس قبل ان يتوج بيه فريقه وبيلف بيه الملعب، ده مسؤوليه مين؟ هل ده مسؤوليه الاتحاد الافريقي اللي قال له خد الكاس من البنت اللي شايلاه عشان تقدمه للنادي؟ يعني هل ده مسؤوليه الكاف؟ هل ده مسؤوليه الكاف انه يقعد السفير المغربي؟ لا، ده مسؤوليه العلاقات العامه في نادي الزمالك والمسؤولين عن التنظيم في المقصوره الرئيسيه، والبروتوكول موضوع. وانا عايز اقول لحضرتك حاجه، النادي الاهلي لم يستفد من اخطاء اللي حصلت. النادي الاهلي تابع كل كبيره وصغيره قبل المباراه، بدليل ان الكابتن محمود الخطيب راح الاستاد قبل المباراه بيوم، واجتماعات مكثفه لاداره نادي الاهلي مع المسؤولين في الكاف لتحديد كل شيء. تنظيم مشترك، ولكن بنسبه 70 للاهلي 30 للاتحاد الافريقي، نسبه، لكن اللي بينفذ التعليمات النادي المضيف مش الاتحاد الافريقي. الاتحاد الافريقي مسؤول عن التوجيه وتنفيذ البروتوكول ومتابعه تنفيذ البروتوكول اللي هو وضعه، لكن المسؤوليه بتقع تماما على اداره نادي الزمالك. لما تلاقي حضرتك اعضاء المجلس بالكامل في الملعب قبل التتويج، مين قال الكلام ده؟ هل ده مسؤوليه الاتحاد الافريقي؟ بالمئة الاتحاد حتى أغلق هذا الملف فقط. أستاذ ماهر، هل لديك تعليق؟ لا، مش الاتحاد، حمل الإدارة كاملا المسؤولية، وحمل إدارة نادي الزمالك واللاعبين. 100%؟ إيه، ما هو لما ينزل 100% وحملها مسؤولية الإخفاق في التتويج أو المشهد المأساوي اللي شفناه، وكيفية دخول وزير الشباب والرياضة ومتسبي والمعاناة اللي لقوها عقبال ما دخلوا الملعب عشان تقام مراسم التتويج. لا، مأساة كبيرة جدا في التنظيم. وعايز اقول لك ده مش اول مرة.
حصل نفس الهرج والمرج ده في بطولات كتيره، اخرهم بطوله الدوري في السنتين اللي خدهم فيها الزمالك. طيب اللعيبه بتصر على دخول الاسر قبل التتويج. طيب استاذ ماهر، هل لديك تعليق؟ اكيد طبعا. انا عندي تعليق في نقطتين صغيرين جدا. من يقرا جريده المصري اليوم ويطالع مقال دكتور عبد المنعم عماره وزير الشباب والرياضه الاسبق، اعتقد هيعرف الامور ماشيه ازاي، وكيف سعاده الوزير السابق دكتور عبد المنعم عماره انتقد الاتحاد الافريقي، وبيبان الاتحاد الافريقي صارع باصدار بيان عقب المباراه لابعاد عن نفسه اي شهبه وتحميل الزمالك بمفرده، في حين الاتحاد الافريقي كما قال دكتور عماره اليوم شريك فيما حدث وعليه ان يتحمل. نادي الزمالك ليس مسؤولا عن وجود 1000 شخص في ارضيه الملعب لحظه التتويج. نادي الزمالك ليس مسؤولا عن سوء اختيار الاتحاد الافريقي لمن يحمل كاس البطوله ويكون هو سفير المباراه النهائيه. شفنا كلنا في دوري الابطال احمد حسن عميد اللاعبين هو اللي موجود وبيحمل كاس دوري ابطال افريقيا، بيحمل الكاس وبينزل بيه لارض الملعب، في حين ان الاتحاد الافريقي لم يكلف خاطره باحضار احد نجوم الزمالك السابقين او احد النجوم المغاربه البارزين السابقين ويتولى هو بنفسه ويكون هو سفير في المباراه النهائيه ويحمل اللقب في لحظه التتويج، انما اكتفى مع كامل احترامي لاحدى الفتيات بحمل الكاس في مشهد لا يليق ولا يليق بنادي الزمالك ولا بنادي نهضة البركان ان يكون كل هذا التجاهل من الاتحاد الافريقي. استاذ ماهر، الاتحاد الافريقي مقره في القاهره، ربما يجب ان يكون مطلع على كل شيء. لكن في شيء نحطه في الاعتبار، ما حدث في التتويج لا يخفي ما حدث، ومن أشياء جميلة وصورة جميلة جدا شفناها. قرابة 100,000 متفرج موجودين منذ الصباح الباكر في محيط الاستاد، وعملية الدخول لأرضية الملعب للاستاد، وعملية الجلوس، واللوحة الكرنفالية الرائعة التي قدمها جمهور الزمالك، ولم يحدث في تاريخ مسابقات دوري الأبطال ولا الكونفدرالية على مستوى الأندية المصرية في 20 سنة ماضية أن يكون حضور الجماهير بهذا الجمال وهذه الأهازيج، وعدم خروج أي مشجع من بين ما يقرب من 100,000 متفرج عن النص. فبالتالي من الظلم الكبير تجاهل كل هذه الصور الجميلة وكل هذه النجاحات لجماهير نادي الزمالك التي قدمت صورة رائعة ومعبرة عن قيمة هذه الجماهير وعشقها لكرة القدم، وقد ايه مع السماح بحضور الملعب بساعة ممتلئة كانت جماهير الزمالك على الموعد وقدمت لوحة جميلة أشاد بها الجميع. وأكرر مرة أخرى، لم يحدث على مدار 20 سنة إن في نهائي بطولة قارية في مصر كان هذا المنظر بهذا الشكل الجميل. كابتن بدر، دعنا نعود إلى الناحية الفنية، نتحدث عن الترجي. يعني كثيرون اعتبروا أن الفوز على سان داونز كونه ربما هو الأصعب كان بمثابة بوابة للاقتراب من اللقب. ماذا حدث أمام الأهلي؟ اللي حدث انه كونه سان داونز مش الاهلي، والاهلي مش سان داونز، يعني مختلفين الاثنين. احنا مع سان داونز فريق يعني يلعب على الطريقه الاوروبيه، فريق فرجوي. الاهلي غير، الاهلي فريق واقعي، فريق تتويجات. طريقه اللعب نجحت ضد سان داونز، يعني نجح فيها المدرب وطريقه لكن هو فاز على المرشح الاوفر حظا باللقب. علاش قلت لك؟ لانه سان داونز ما عندوش خبره النهائيات نفس الاهلي. الاهلي يعرف يفوز بالكؤوس يعني ربما هنا الخبره تغلبت على الكفاءه. هي شوف، مش يعني انا كي نلعب مع سان داونز، سان داونز فريق قوي يعني، ويلعب كوره ويمسك كوره ويلعب ويندفع ويروح. الترجي اختار طريقه دفاعيه ولعب على المرتدات، نجح فيها. المقابله ضد الاهلي مختلفه تماما، لانه الاهلي هو نفسه رافض اللعب وعارف على، يعني هو رفض اللعب. بقينا الاثنين يعني في مباراه الذهاب، بقينا الاثنين كنا نشوفوا في بعض، يعني ما ماشيين، حتى يمكن كان بقى 3 ساعات المباراه نفس الشيء 0-0 ومقتنعين نفس الريتم. يعني المفروض الترجي كان يغير طريقه لعبه، ويزي نفس ما قلت لك، يعني يلزم ياخذ شويه الريسك ويروح وتلعب في بلادك ومباراه نهائيه، على الاقل تحاول تجيب جول تمشي به للقاهره، يعني تكون مطمن شويه هناك، فهمت؟ مش يعني لانه احنا في القاهره كي رحنا، احنا جاتنا كوره في تونس 5 دقائق لعب ما دخلتش، كوره المهاجم معناتها رودريغيز. في القاهره 4 دقائق لعب كوره تدخل تضرب في رجل اللاعب وتدخل، يعني شوف الفرق. يعني كوره الذهاب كانت تغير نوعا ما، وكوره في الاياب يعني حبت الاهلي ودخلت، فهمت؟ يعني كان يكون يعني لو حبت الاهلي ودخلت، يعني هنا مساله حظ تقصد؟ في الناحيه هذه في حظ، في هذه في حظ
طيب أعود إلى أستاذ ماهر. أستاذ ماهر، كيف تمكن كولر من تسيير المباراة لمصلحته؟ باختصار لو سمحت. بالموضوعية. كولر مدرب موضوعي وبيتعامل بمنتهى الحكمة مع هذا النوع من المباريات، هادي، عارف إمكانيات لاعبيه، عارف هو عايز إيه من المباراة. وكما كما يقولون في كرة القدم، يمكن كابتن بدر يمكن يوافقني في هذا الأمر، ان النهائيات تكسب ولا تلعب. يعني هو ده اللي عمله النادي الاهلي في المباراتين. يعني الاهلي والترجي كانوا متبعين نفس المنهج، ان انا اكسب ومش مهم العب. لان بالامانه الفرقتين قدموا لنا نسخه على المستوى الفني، انا اسف ان اقول كده، نسخه سيئه جدا على المستوى الفني. مباراه الذهاب لا تليق ان تكون مباراه نهائيه لرابطه الابطال، اقل كثيرا من حجم التوقعات. الفريقين في مباراه رادس بلغوا كتير في احترام بعضهم البعض. في القاهره الهدف المبكر خلى الاهلي كل هدفه انه يحافظ على الهدف ونجح في الوصول اللي عايزه، في حين لم تكن هناك ردة فعل من الترجي. كنت بشعر وانا بشوف المباراه ان الترجي ممكن يقعد يلعب اسبوع كامل لكن مش هيسجل هدف. يعني بالطريقه اللي بيلعب بها دي، حتى هو خسران 1-0 ممكن يلعب على مدار اسبوع. تخيل حضرتك 180 دقيقه مجموع مباراتي الذهاب والاياب وضربه ركنيه واحده للترجي. الترجي يعني يفترض انه يقدم اداء افضل من ذلك. تفوقه على صن داونز في الدور نصف النهائي، يعني مش عايز اقول كان خادع، ولكن يعني الترجي ما كانش مصدق انه لعب المباراه النهائيه. اللي يتابع مسيره الترجي في البطوله، هو واحد من الانديه اللي كانت غير مرشحه انها تلعب الادوار النهائيه في البطوله. وصوله للنهائي مرضي الى حد ما لجماهيره، ولكن الشكل اللي كان عليه الفريق ما كانش اعتقد الترجي جماهيره تستحق اكثر من ذلك. بالمناسبه وعلى ذكر جماهير الترجي، انا بحييهم على اللوحه الجميله الغزه العزه اللي قدموها في مباراه الذهاب، شيء اكثر من رائع، واعتقد لقطه مؤثره جدا ولقطه مهمه جدا في مسيره البطوله. بالنسبه للنادي الاهلي، نجح انه يحقق الهدف الاساسي بالنسبه ليه. الاهلي بيلعب في دوري الابطال من اجل هدف واحد فقط، وهو تحقيق اللقب. ما بيتكلمش في تفاصيل كتيره، الاداء كان كويس، الاداء ما كانش كويس، اللاعبين كانوا كويسين، ما كانوش كويسين، الغيابات، بدليل مع غياب علي معلول منذ بدايه مباراه الذهاب الاهلي خلاص عالج الموضوع بسرعه، حتى وان كان الاداء الهجومي قل كثيرا عن التوقعات، لكن نجح في النهايه انه يحصد اللقب. صحيح في عامل توفيق كتير جدا في توقيت وفي شكل الهدف اللي احرزه النادي الاهلي في الترجي، ولكن النادي الاهلي ما لعبش بس المباراه النهائيه. الاهلي على مدار البطوله لم يخسر ولا مباراه، وده شيء يعني اعتقد كولر يحسب ليه. مدرب نجح للمره الثانيه على التوالي انه يحقق البطوله ويكرر اللي عمله من نعم، يعني كان متفوقا، عرف كيف يسير المباراه واحرز اللقب في النهايه، وهذا هو الهدف. استاذ شريف، برايك ما هي الخلطه السحريه للقب الاهلاوي؟ خبرات اللاعبين طبعا لها جزء كبير جدا. واقعية كولر زي ما قال كابتن بدر وماهر في التعامل مع المباريات الكبيرة وفي التعامل مع ظروف كل مباراة. الأهلي تأثر كتير بغياب النجم علي معلول، أحد أهم صناع اللعب والأداء الشكل الهجومي للنادي الأهلي يعني 60% بيتوقف على علي معلول. غيابه عن المباراتين أثر بشكل كبير جدا على الفاعلية الهجومية للنادي الأهلي. تعامل كولر معاه بذكاء شديد جدا، خلاه بقى في حرص دفاعي. زي ما قال الكابتن بدر، الاختلاف بين الأهلي وصن داونز ان صن داونز يبحث عن الكرة الجميلة، الكرة الممتعة تجمع بين اللاتين والأوروبي، لكن الأهلي نادي واقعي يبحث عن اللقب، ما يفرقش معاه الأداء قوي. يعني محدش بيعاتب على الاداء، اهم حاجه النتائج. الجماليات دي بتاتي بعدين، او المتعه بتاتي بعدين، اهم حاجه اللقب. لان في التاريخ هيذكر التاريخ ان الاهلي فاز باللقب للمره ال 12 سنه 2024، لكن مش هيقولوا ان الاهلي كان بيلعب حلو وخسر. كل ده ادى الاهلي الوصفه السحريه. عايز بس اعقب على الجزء الاولاني اللي حضرتك سالتي فيه، هل تفوق الاهلي والزمالك يفرز منتخب قوي؟ نتمنى ده. عندنا لعيبه الى حد كبير مستواها جيد، او يعني بتأدي بشكل جيد، ولكن احنا هنصطدم بمنتخب موجود فيه 32 لاعب محترف في اوروبا وفي اسيا وفي افريقيا، يعني في اكتر من نادي وفي انديه كبيره او مستوى اول وثاني في اوروبا، وهو منتخب بوركينا فاسو. ده بيختلف تماما عن الانديه اللي واجهها الاهلي والزمالك في افريقيا. في انديه جيده وانديه قويه زي صن داونز،
زي الترجي، زي الوداد، زي الرجاء. دي انديه ليها تاريخ كبير جدا جدا. في مواجهتها مع الاهلي برضو بتعمل حساب للاهلي، لقوه الاهلي، لاسم الاهلي، لتاريخ الاهلي، ولكن في تفوق واضح للاهلي على الانديه دي كلها. ايضا سيمبا ويانج افريكانز عندهم كم محترفين كبير جدا وشاركوا في دوري الابطال وواجهوا الاهلي في البطولتين. ده يعني مش نفس مستوى المحترفين اللي في بوركينا فاسو. فالمواجهات اللي على مستوى المنتخب هتبقى صعبه، لان زي ما قال برضو ماهر في الجزئيه بتاعت ان عدم انتظام الدوري وده مأثر فنيا على مستوى اغلب اللاعبين. يعني يصعب ان انت تلاقي لاعب مستواه ثابت من 5 ل 10 مباريات ورا بعض. نعم أستاذ دايما شريف، سنتحدث بطبيعة الحال عن الرزنامة، عن الجدوى، لكن في الجزء الثاني من حلقتنا هذه. لكن أريد أن أعود إلى كابتن بدر الآن. كابتن بدر، حتى ننصف المدرب البرتغالي كاردوزو يعني حقق نقلة نوعية مع الترجي، لكن ما الذي كان ينقصه أمام الأهلي بعيدا عن النزعة الهجومية؟ هو فيه جدال الحين بين جمهور الترجي، هل الفشل يعود لقلة خبرة كاردوزو أو للإمكانيات اللاعبين، يعني جودة اللاعبين؟ احنا كي نرجع نشوفوا الترجي مع كاردوزو لعب 16 مباراة سجل 15 هدف في الدوري التونسي، يعني معدل يمكن من أضعف المعدلات اللي عاشها الترجي. يعني الترجي فريق هجومي معروف يعني من قبل، فهمت. ثاني حاجة الترجي يعني حصل مشاكل حتى مع أندية أقل منه في جودة اللاعبين وفي إمكانياتهم، حصل مشاكل وما عملناش فرص معه. الترجي خسر مع في الكاس، انسحب ضد فريق من الدرجة الثانية يعني يلعب على النزول للدرجة الثالثة، وخسر معاه ب 2-1 وما عملش معاه يعني فرص ولا مسك اللعب. هذا الشيء يعني يخلينا نقولوا اللي كاردوزو يخاف يعني على حسب تجاربه السابقه، لانه تجاربه السابقه في النوادي اللي دربهم قبل ولا مره كمل الموسم كامل. مرات درب 5 شهور، مرات 6 شهور، مره. لماذا اتى به الترجي اذا كان هكذا سجله؟ الامكانيات وفيه بعد احنا عندنا مشكل في الترجي اللي يقوم بالانتدابات ولا اللي يقوموا، يعني ما فيش مثلا لاعبين قدامى مسكين. كي تشوف انت النادي الاهلي رئيسه محمود الخطيب بس تحط نقطه وترجع للسطر، خلاص ما عادش فيه كلام، فهمت. احنا في الترجي لسه فيه مثلا يعني الجانب الاداري هو اللي يدخل في الفني ويختاروا هم المدربين ويختاروا اللاعبين، يعني هذا يعني هناك عوائق بالضبط. هذا هو، بس هو يعني احنا نقولوا هو قاعد يتعلم كاردوزو على الترجي، لان الخبرات السابقه اللي عنده ولا شيء، ولا وحتى يمكن كلاعب ما كانش عنده مسيره ولا ما لعبش اصلا كوره هو، فهمت. وكمدرب نفس الشيء، يعني جاء للترجي، الترجي متعود يلعب نصف نهائي، يعني الترجي متعود. كاردوزو هو اللي مش متعود، يعني تحس يعني الخبره تنقص المدرب. بالضبط، هذا هو بالضبط. نعم. أستاذ شريف، لدي نقطة أخيرة فقط في هذا الملف. كاردوزو يتهم الحكم بعدم اللجوء إلى تقنية الفار بعد لمسة يد من إمام عاشور. هل كان الترجي يستحق بالفعل ركلة جزاء كما زعم المدرب؟ هو المشكلة برضو ان في حالتين في المباراة، الحالة بتاعت إمام عاشور في أول المباراة والحالة بتاعت كريم فؤاد في نهاية المباراة، اللي هي التاكل اللي عمله أو الضغط اللي عمله على اللعيب. لما رجعت الحالتين في استوديو بين سبورت بعد المباراة، كان رأي كل المحللين ان هم ما فهمش اي خطأ وما فهمش ركلة جزاء. يمكن بعض المحللين التحكيميين في مصر اختلفوا عليها، ان الاولانيه ممكن تبقى ركله جزاء، الثانيه لا ما فيهاش ركله جزاء. ففي اختلاف في وجهات النظر، لكن علينا ان نحترم قرار الحكم او قرار غرفه الفار في الحالتين. بالتاكيد كاردوزو برضو يعني انا عايز اشيد بيه، الترجي كان بعيد جدا يعني ان كان خطا فهو غير متعمد يعني ضد الترجي، فغير متعمد طبعا، غير متعمد، ولكن يعني هو بيبحث برضو عن يعني سبيل للإخفاق أو عن حل للإخفاق أو عن شماعة يعلق عليها الإخفاق في الوصول للقب.
لان الهدف كان يعني احراز هدف للترجي، كان يعني حصوله على لقب، خاصه ان ركله الجزاء اللي بيتحدث عنها كاردوزو كانت في الدقائق الاخيره من المباراه، لكن دائما ما التحكيم الافريقي يعني يثير الجدل. استاذ ماهر، هل تعتقد بالتأكيد ان التحكيم بالتاكيد هو بالتاكيد طبعا التحكيم الافريقي في اكثر مباراه. اتفضلي استاذ ماهر، هل تعتقد ان التحكيم الافريقي لا يزال عنوانا للجدل، وربما ما هو الحل النهائي والجذري لهذا الامر؟ من سؤالك من النقطه الاخيره مفيش حل. التحكيم الافريقي ضعيف. التحكيم الافريقي بتتدخل فيه عوامل كتير جدا بره الملعب، والكلام ده يعلمه تماما القائمين استاذ على ماهر، لكل مشكله حل. والانديه الكبيره في افريقيا. التحكيم الافريقي لا، موضوع التحكيم اصل المشكله لما تقعد 20 و30 سنه يبقى اكيد يعني خلاص. ما اعتقد كل الناس الموجوده اتغير اكتر من رئيس الاتحاد الافريقي، اتغيرت الاداره اللي بتدير الكاف اكتر من مره، وعلى الرغم من ذلك المشكله قايمه. ليه؟ حتى الحكام نفسهم بيتغيروا لكن المشكله قايمه، نظرا لان في عوامل كتير زي ما قلت لحضرتك وانا مسؤول عن هذا الكلام، في عوامل كتير جدا بتتدخل في اتخاذ القرارات، عوامل مرتبطه بامور خارج الملعب. انت عارف حضرتك طبيعه علاقات الدول مع بعضها، لكن افهم من كلامك ليس هناك مع هذا حل. النادي او ذاك. ربما المستوى المعيشي المتدني ليس في هناك حل. افريقيا هو سبب سوء التحكيم. ليس لا. والله يعني انا معنى ان اقول كده ان انا هتهم الحكام انهم بيتقاضوا اموال نتيجه قرارات. انا مش عايز ادخل في الذمم وفي النوايا، لكن خلينا نتكلم على تقول لا يوجد حل. خلينا نتكلم لا يوجد حل ولا توجد عداله، والعداله هتفضل مش موجوده. خلينا نتفق على ده، العداله هتفضل مش موجوده في الاتحاد الافريقي، وده مش وليد النهارده، ده الكلام ده بيتكرر منذ عشرات السنوات، موجود الامور دي كلها على مستوى الاتحاد الافريقي، منتخبات وانديه. وانظري يعني احنا يمكن على مستوى شمال افريقيا الوضع مختلف، يعني مباريات حضور جماهيري كبير، نقل تلفزيوني مميز، لكن انظري المباريات منتخبات ومباريات انديه حتى في الادوار الاولى من دوري الابطال، ملاعب غير جيده، امكانيات تحكيم اقل يعني قليله جدا ولا تستحق ان تكون موجوده، عوامل اختيار الحكام افارقه اللي يكونوا موجودين في كاس العالم، امور كتير جدا بتتدخل في العلاقات الشخصيه، والكلام ده يعلمه كل امور. ويمكن يعني نعرض الامر ده على متخصصين في حكام كتير جدا من افريقيا بيتم اختيارهم لاداره مباريات كاس العالم نتيجه قوه الشخصيات الموجوده جوه الاتحاد الافريقي، واللي بتساهم في وضع هذه الاسماء على حساب اسماء اخرى. والدليل انظري شوفي حكام افريقيا، هل هم في كاس العالم ناجحين بشكل كبير؟ قبل سنوات كان في حكام افارقه لهم تواجد جيد، لكن في السنوات الاخيره ما بياخدوش مباريات اقصائيه كبيره، ما بياخدوش مباريات كتيره في كاس العالم. اغلب حكام افريقيا بيروح يدير مباراه وياخد مباراه كمان حكم رابع وخلاص على كده، ما بيديرش في كاس العالم مباريات كبيره، نتيجه ان اصلا السمعه بتاعه التحكيم الافريقي عليها علامه استفهام كبيره جدا، وده بيتعكسه اداء الحكام في بطولات الانديه الافريقيه سواء دوري الابطال او الكونفدراليه. كل مباراه في افريقيا في اعتراضات على التحكيم من سواء من جانب الخسران، جانب غير راضي عن النتيجه، التحكيم، الاعلام، ده ما بيجيش من فراغ. نعم وللاسف الاتحاد الافريقي ما بيحاولش يحل هذه المشكله. يعني عايز اعقب بعد اذن حضرتك، باختصار شديد لو سمحت. اولا يعني باختصار شديد حاضر عينيك. بعد يعني طبعا يعني انا عايز اقول ان التحكيم في مشاكل كتير جدا، ومتفق مع ماهر في كل اللي قاله، ولكن في مشاكل كبيره جدا في التحكيم في افريقيا في الاختيارات وكل. ولكن لو رجعنا لكأس الامم الافريقيه الاخيره هنلاقي انها نادره فيها الاخطاء التحكيميه، وكان مستوى التحكيم فيها على اعلى مستوى. وعايز اقول لك ان الفتره الاخيره تم استبعاد غالبيه الحكام اللي كان عليهم شبهات في فترات سابقه كبيره جدا. الحكام اللي كانوا بيتدخلوا قراراتهم في تحديد نتائج مباريات، في يعني تغليب فريق على فريق والكلام ده كله، وكان عليهم اتهامات كبيره بعمولات وشبهات كثيره تم استبعادهم بشكل كبير جدا. ويمكن شفنا اكتر من حكم في الفتره الاخيره في افريقيا يبقى هذا تم استبعاده حتى قبل بلوغه، ولكن تحسن كثيرا التحكيم، تحسن كثيرا. هل تحسن برأيك كابتن بدر؟ لا المشكل في التحكيم ومباريات النهائي اللي صارت الزمالك وبركان والاهلي والترجي. المشكل تلعب ضد الحكم ضد المخرج بعد، يعني فيه لقطات احنا مش مشكل، اوكي هما لقطات فيهم جدال، يعني فيهم ناس تقول ضربة جزاء وفيه ناس يعني الحكم ما خذاش حتى الوقت باش يروح للفار. المخرج ما عادهاش لقطة لمسة اليد مع 4 ثواني عادها وخلاص. يعني حتى
يعني ما نقولناش احنا بينالتي ولا مش بينالتي، ما وصلناش نحكيو، بس على الاقل فيها جدال. يعني الحكم كان يقدر يوقف ويمشي يشوفها هو وياخذ قراره هو، يعني قدامه بعيد عليه 4 متر لمسه اليد. الكره الثانيه بعد نفس الشيء اخر المباراه. يعني هذوما الحالتين الحكم ما يروحش فيهم للفار. يعني عموما ترى ان الترجي يعني ظلم بشكل متعمد؟ مش ظلم، انا نقول لك مين ظلم؟ ظلم الاهلي. وليش ظلم الاهلي؟ لانه الاهلي الحين عنده 12 دوري ابطال صح؟ وكؤوس ودوريات. وش الفائده اذا الاهلي يفوز بالربيع الابطال والزمالك يفوز بالكونفدراليه والمنتخب المصري يترشح مره في 40 سنه لكاس العالم ويجي الاخير في المجموعه؟ شو الفائده؟ هم الفرق جعلوا النوادي جعلوا عشان يعني يبقى منتوج للمنتخب. هنا معناها التحكيم الافريقي يساعد الاهلي والزمالك؟ اذا كانوا يخفقوا مع المنتخب. احنا فيه، شوف احنا عندنا عبر التاريخ فيه، يعني شوفوا لما فريق يخفق كيف يرجع يبني. منتخب فرنسا ما ترشحش سنه 94 الكاس العالم، رجع بناه 98 فاز بها وخلاص. عام في كلمه واحده الاتحاد الافريقي يساند الانديه المصريه؟ الاتحاد الافريقي لازم يتغير من القاهره في صالح المنتخب المصري هذا. يعني مقره مشكله، مقره لازم يتغير من القاهره، هذا واضح. يعني احنا فاينل 2018 بالفار وشفنا وليد ازارو يعني قطع التيشيرت ومش عارف وبينالتي، يعني الناس مش مصدقه، مش يشوفوا مش مصدقين. يعني في التلفزيون وليد ازارو قطع التيشيرت واعطاها والبينالتي والبره وما في شيء، يعني التحام يعني غريبه. الرجاء لكن نفس الشيء. كسبتم اللقب. الرجاء المخرج مش عارف كيف عمل لمسه اليد ومش بعد اذن حضرتك بس عشان هو بيذكر احداث، هو بيذكر احداث كلها. يا كابتن بدر بعد اذن حضرتك بس زعلنا ضيوفنا من القاهره. ذكرت احداث ما هو في يد انرامو في 2011 وفي الفار اللي اتعطل في ماتش الوداد في 2017. الفار اللي اتعطل وليد سليمان سجل بيده بعد. لا يد الرامو في الذهاب. لا في الاياب كانت في الاياب حضرتك. في الذهاب في مصر الجول كان باليد في نفس المسابقه في مصر. ماشي وطرد بركات في الاياب وطرد بركات في الاياب ويد الرامو. ماشي بعد كده لنتحدث عن اخر واحده بس في المحور الثاني الفار اللي تعطل في الوداد. تفضل كلمه واحده. اتفضلي. الفار اللي ما اشتغلش في نهائي الوداد والترجي، ما كل دي احداث يعني زي ما ليك زي ما عليك يعني. لكن ما تقوليش ان المقر يتنقل من مصر عشان مصر مستفيده. لا المقر لو اتنقل من مصر مسؤوليه الكاف مش مسؤوليه الترجي. الفار لا والله مسؤوليه الكاف. لا مسؤوليه الكاف. عشان كده لازم ننقل يعني عشان كده لازم ننقل المقر من مصر. لا في يعني مصر مستفيده بالمقر. اما افضل يتغير المقر وتكون في عداله بين الناس. طيب خلونا نشوف راي استاذ المنتخب المصري يروح فين 40 سنه للكاس العالم وحتى في كاس افريقيا صار ما يترشحش ما يقدرش يفوز على موزمبيق ومع الكونغو. مصر هي الدوله المؤسس. حضرتك مصر هي الدوله المؤسس للاتحاد الافريقي. اتفضلي معقول. استاذ ماهر هل تتفق؟ مش عايزين نتكلم كده. انا مقر الاتحاد ينقل من القاهره. شوفي انا شخصيا على المستوى الشخصي اتمنى ان مقر الاتحاد الافريقي ينقل من القاهره، لان انا شايف ان هو بيضرنا اكتر ما بيفيدنا. وشهد شاهد من اهله يعني انا شايف ان هو بيشكل علينا عبء. انا موافق ان يتنقل، بس مش يتنقل عشان في اخطاء تحكيميه. لا مش ده هدفي من الكلام. يتنقل لان خلاص يعني مصر لها باح طويل جدا على مستوى كره القدم الافريقيه. مصر اللي اسست الاتحاد الافريقي، مصر اللي اسست بطولات كاس الامم الافريقيه، مصر احد 3 دول هي اللي اسست الاتحاد. وعشان كده عايز تنقله؟ مصر استوعبت يعني مصر يا ماهر، وعشان كده انت موافق يا ماهر على تنقله؟ اسمعني. لا يعني انت عشان مصر عملت ده كله انت موافق ان يتنقل؟ يعني ازاي يعني؟ خلينا اكمل بس وجهه نظري. خلينا اكمل وجهه نظري. اذا كان وجود مقر الاتحاد الافريقي في مصر هيبقى سبب في ان يبقى في كلام عن ان في مجاملات لمصر، فانا بقول انا موافق انه يتنقل من المقر ونشوف الوضع هيكون ايه بعد كده. ده وجهه نظري، مش بقول ان يتنقل عشان ان مصر مستفيده. اذا نحن عموما نحترم كل الاراء. نقطه ضعف واضحه، وتبقى كرة القدم جلدية منفوخة مستديرة لا تفرق ابدا. خلينا اكمل وجهه نظري. اخطاء التحكيم موجوده في كل مكان وفي كل دول العالم. في ازمه على مستوى التحكيم الافريقي، في ازمه على مستوى التحكيم الافريقي.
الانديه مصريه وتونسيه ومغربيه بتستفيد من اخطاء التحكيم، ده حقيقي، ودول افريقيا كلها بتستفيد من اخطاء التحكيم. قد يكون النادي الاهلي اكثر استفاده بحكم انه بيلعب نهائيات كتير، انه في السنوات الاخيره على مدار 20 سنه هو النادي الاكثر مشاركه في بطولات الابطال، دوري الابطال، هو النادي الاكثر حظا للقب، فبالتالي بيلعب ماتشات كبيره، واحنا عارفين يبقى في اكيد الوقت دهمنا استاذ ماهر، الوقت مش عشان هو اسمه النادي تبقى الاهلي. كرة القدم جدلية لكنها تجمع ولا تفرق. قبل أن نبدأ بالمحور الثاني نتحول الآن إلى تقرير يقدم لنا تتويجا. 9 دقائق فقط متبقية على انتهاء هذه الحلقة، أرجو أن تكون الإجابات مختصرة. أستاذ شريف، في حديثنا عن انعكاس فوز الأهلي والزمالك إفريقيا، ما هو مستقبل المنتج الكروي المصري، أو ما هو مصير الدوري المصري، أطول دوري في العالم إن لم أكن مخطئة؟ لا، مصير غير معلوم طبعا، مصير مجهول طبعا. يعني الدوري غير منتظم، عندنا مشاكل في التأجيلات. كل الأربع فرق اللي كانوا بيشاركوا في سواء دوري الأبطال أو الكونفدرالية كان مؤجل لهم مباريات كثيرة جدا. بيراميدز وفيوتشر طبعا لما خرجوا من الأدوار دور المجموعات أو الأدوار الإقصائية أدوا مبارياتهم، لكن الأهلي والزمالك بوصولهم للمباراة النهائية تم تأجيل عديد المباريات ليهم، وطبعا دوري غير منتظم، فتلاقي طبعا في فرق بتتضرر من هذا، لأن طبعا هيبقى تحدد بشكل كبير جدا مصيرهم سواء بالهبوط أو بالبقاء في الدوري، خاصة الفرق اللي بتصارع على الهبوط. كل ده أثر بشكل كبير جدا على انتظام الدوري، على شكل المنافسة، على شكل صراع الهبوط، على شكل المنافسة على اللقب، على شكل مقاعد. يعني حتى الآن لم تحسم مقاعد الفرق المتأهلة للبطولات الأفريقية سواء دوري الأبطال أو الكونفدرالية. كل ده مؤثر بشكل كبير جدا على مسابقة الدوري، على المستوى الفني للبطولة، على الحضور الجماهيري، على يعني اختيارات الجهاز الفني للمنتخب للاعبين، لانه في حيره شديده جدا من عدم انتظام المسابقه، من عدم فرقه تلعب كل 4 مباريات وفريق بيلعب كل 10 مباريات، كل 10 اسابيع مباراه. كل ده مخلي شكل المسابقه مش جيد جدا، مخلي حضور الجماهيري ضعيف جدا، رغم السماح للحضور الجماهيري بالساعه الكامله في بعض الملاعب وزياده عدد الجماهير في ملاعب اخرى. لكن المصير زي ما سالت حضرتك بشكل محدد مصير مجهول حتى الان، لا نعلم اين اليوم المحدد لانتهاء الدوري حتى الان. طيب استاذ ماهر، هل تعتقد ان الاوراق الآن والأوان قد آن لكي تتم جدولة الدوري بشكل أفضل حتى ينتهي في موعده؟ ومن هي الأطراف التي تتحمل المسؤولية؟ يتحمل المسؤولية في المقام الأول رابطة الأندية وتحديدا الحاج عامر حسين. اسألوا الحاج عامر حسين الدوري المصري هيخلص إمتى؟ بلاش اسألوه هو الدوري بيبتدي إمتى وهيخلص إمتى؟ اسألوه هو الأهلي والزمالك هيكملوا مبارياتهم إمتى؟ تعرف حضرتك ان الشهر القادم بعد انتهاء فتره التجمع الدولي الفيفا دي والماتشات الدوليه في التصفيات المؤهله لكاس العالم، الزمالك هيلعب مع فريق سيراميكا مباراتين دور اول ودور ثاني خلال 14 يوم. ما اعرفش ازاي ما بيحصلش ده في العالم كله الا في مصر. ذهابا وايابا جدوله ايه؟ لازم تغير الاشخاص، المساله ذهابا وايابا. طبعا دور اول ودور ثاني. هل ده بيحصل في اي دوله في العالم؟ مش ممكن. النادي الاهلي لم يلعب مع بيراميدز حتى الان. الاهلي والزمالك وفق الجدول المعلن المفروض يلتقوا في الدور الثاني يوم 25/6. هيكون الاهلي وبيراميدز لم يلعبوا اي مباراه من مباراتين سواء الدور الاول ولا الدور الثاني. الانديه الكبيره كالزمالك والاهلي متهمه بانها اقوى من الاتحاد واقوى حتى من الرابطه، هل تتفق؟ دي حقيقه. دي حقيقه. طيب ما لما تكون الانديه اقوى من الاتحاد واقوى من الرابطه يبقى الناس الموجوده في الاتحاد والرابطه لازم يمشوا. انت هتنجح ويبقى عندك مسابقه كرويه في مصر منتظمه لما يكون عندك اتحاد قوي ما بيخافش من اهلي او زمالك، وعندك رابطه ما بتغيرش الماتشات بالتليفون، ما بتعملش جدول الدوري بالتليفون. انا هذكر لحضرتك شيء بسيط جدا حدث بالامس. يفترض وفق الرزنامه في مباريات دور 32 كاس مصر هذا الاسبوع الثلاثاء والاربعاء، الانديه اللي هتلعب مش عارفه المباراه هتتلعب ولا لا. بعد انتهاء دوري الابطال من 48 ساعه كولر اعطى راحه لعيبه النادي الاهلي قبل ان يصدر قرار من اتحاد الكره بتاجيل المباريات. عرفت بقى مين اللي بيدير المسابقه؟ عرفت مين اللي بياخد القرارات؟ عرفت مين اللي بيشوف ايه اللي يناسبه ويعمله؟ تقصد ان نادي الاهلي هو من يدير وخرجوا واللي سافروا واللي راح بنسبه كبيره طبعا. ثواني بس يا ماهر، لا مش كده بس الدوري. انا بقول لحضرتك اهو لا حصل. اين مباراه الاهلي وبيراميدز؟ اين مباراه الاهلي وبيراميدز؟
خليني بس اكمل بس مش الاهلي وبيراميدز بس. اين مباراه الاهلي وبيراميدز؟ ثواني يا ماهر بس، ثواني بس عشان بس انت كيف يلعب انت كده وجهت اتهام. ماهر كيف يلعب الاهلي والزمالك مباراتين؟ ماهر بس انت وجهت اتهام. عادي بيلعب يعني هو ده في اللي احنا فيه. الاهلي قعد 90 يوم في الاخطاء اللي احنا فيها. الاهلي قعد 99 يوم. طب بس خليني اكمل لك. الاهلي 90 يوم ما بيلعبش مباريات في الدوري، ما بيحصلش. لا كان بيلعب الدوري الافريقي. كان بيلعب الدوري الافريقي بتعليمات الكاف. ماشي، من بعدها ساعطيك الوقت للتعقيب. يا ماهر الدوري الافريقي خلينا اكمل بس، خلينا اكمل بعد اذنك. الدوري الافريقي لما الاهلي لعبه، وده شيء كويس جدا وشيء كويس جدا لنا الكره المصريه يلعب في الدوري الافريقي، لكن لعب البطوله كلها كانت على مدار 21 يوم. النادي الاهلي كان بيلعب كل 4-5 ايام في الدوري الافريقي، لكن لما بيجي في مصر يتحط له جدول مباريات يلعب كل 4 ايام او 5 مباريات بيعترض، عايز زي ما لعب الترجي كده اسبوع كامل على ما يلعب الترجي المباراتين، ياخد فاصل اسبوع قبليها وياخد فاصل اسبوع بعديها. مفيش كده، لازم انت لما انت لعبت دوري الابطال دوري السوبر الافريقي لعبت كل 4 ايام و5 ايام في افريقيا وبتسافر وبتروح وبتيجي. طب ليه؟ عشان في جوائز ماليه، ما تقدرش تقول للكاف لا مش هلعب. لكن في الدوري المصري انت بتختار المواعيد اللي انت عايزها وبتختار الرزنامه اللي تناسبك، وده مش السنه دي بس حضرتك، ده احنا بقالنا 4-5 سنوات في هذا الوضع. يكفي ان النادي الاهلي 90 يوم لم يلعب في الدوري المصري اي مباراه، 3 شهور. هو الموسم كام؟ الموسم في العالم كله 6-7 شهور، لكن عند الحاج عامر حسين واعضاء الرابطه واتحاد الكوره الموسم في مصر 13 شهر و12 شهر، وعشان كده احنا مش هنتقدم، عشان كده المسابقه غير منتظمه. وقلت في بدايه كلامي شريف عبد القادر. نعم استاذ ماهر، الدوري المصري دعني اعطي الفرصه بص يا ماهر، بص يا ماهر بس ادينا بقى فرصه يا ماهر، ادينا فرصه يا ماهر بس عشان انت ايه بتقول لي 90 يوم 90 يوم دول فيهم ايه؟ انا سكت والله خلاص، انا سكت والله، فيهم التوقف الدولي، انا سكت والله، فيهم التوقف الدولي بتاع كاس الامم الافريقيه. في ال 90 يوم دول فيهم الدوري الافريقي طبقا لتعليمات الاتحاد الافريقي ممنوع تلعب مباريات محليه اثناء الدوري الافريقي. الاهلي لعب 4 مباريات في خلال 25 يوم خلاص، وبعد كده دخل عليه كاس العالم للانديه، بعد كده توقف دولي بقى هيلعب محلي وهو في كاس العالم للانديه، دخل عليه كاس الامم الافريقيه ادي 40 يوم كمان. يعني بس اصل انت يعني بتقول معلومه ومعلومه منقوصه. الاهلي وقف 90 يوم مش بمزاجه، الاهلي كان بيمثل. طيب هل البطولات معلش هل البطولات اللي انت ذكرتهم دول مدتهم 90 يوم؟ البطولات دي 90 يوم مش 90 يوم. ايوه لا اكتر من 90 يوم. البطولات دي لم تكن 90 يوم، مدتها 25 يوم. دوري الابطال الافريقي ثواني بقى انت سالت بقى من فضلك انت سالت من فضلك سيبني اجاوب بقى. انت سالت 25 يوم يجاوب يا استاذ شريف لكن باختصار شديد. الله يخليك. 15 يوم كاس العالم للانديه، 40 يوم كاس الامم الافريقيه، كل ده ايه؟ ما تحسب دول مش 85 يوم من ال 90 يوم اللي حضرتك بتقول عليهم. لا حضرتك السوبر الافريقي كله كان كام يوم؟ أوشك على الانتهاء. آسفة، سوف نخصص إن شاء الله يوم. حلقة كاملة الموسم المقبل للحديث عن هذا الموضوع، ونقف عند عدة نقاط. كابتن بدر، أعترف أنك لم تأخذ الوقت الكافي، لكن دعنا نتحدث بسرعة. الزمالك والأهلي في مباراة السوبر الأفريقي بحيادية، من سيفوز؟ على حسب تجديد العقود. أو من الأقرب؟ الأقرب إذا الفريق اللي يكون عنده استقرار فني وإداري وفي اللاعبين، يعني يكون الأقرب. يعني إذا مثلا الزمالك باش تصير فيه تغييرات في اللاعبين في عقودهم يعني في الصيفة هذه، نتوقع الأهلي هو اللي مترشح ياخذ. عموما الأقوى فوق المستطيل الأخضر هو من سيفوز. نذهب إلى حسن الختام، أبرز ما جاء في حلقتنا هذه. المجازفة كان اختيار غير موفق من المدرب. يعني احنا شفنا الأهلي ماهيش بالقوة يعني بتاع الأهلي اللي نعرفوها قبل. إدارة الأهلي لم تنام وتعلم تماما حجم المسؤولية اللي كانت ملقاة على عاتقها. الزمالك ليس مسؤولا عن وجود 1000 شخص في أرضية الملعب لحظة التتويج. نادي الزمالك ليس مسؤولا عن سوء اختيار الاتحاد الافريقي لمن يحمل كأس البطولة ويكون هو سفير المباراة النهائية. خبرات اللاعبين طبعا لها جزء كبير جدا. واقعية كولر شل يعود قلة خبرة كاردوزو او للامكانيات اللاعبين، يعني جودة اللاعبين. كان وجود مقر الاتحاد الافريقي في مصر هيبقى سبب في ان يبقى في كلام عن ان في مجاملات لمصر، فانا بقول انا موافق انه يتنقل من المقر ونشوف الوضع هيكون ايه بعد كده. ده
ختاما نشكر ضيوفي الكابتن بدر بن غالية حارس مرمى الترجي الرياضي التونسي سابقا، السيد الشريف عبد القادر مدير تحرير صحيفة الجمهورية المصرية، السيد ماهر غريب الكاتب والناقد الرياضي. أذكر فقط بالنتيجة النهائية لسؤال الاستفتاء المطروح على صفحات قنوات الكأس على منصة إكس، وهو هل سينعكس تفوق الأهلي والزمالك إفريقيا على مستوى منتخبي الفراعنة؟ 42% أجابوا بنعم، 58% أجابوا بلا. كانت هذه آخر حلقة في هذا الموسم، نلقاكم إن شاء الله في موسم قادم. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.